السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. شفنا كلنا الشاب اللي الناس جردوه من ملابسه ولبسوه بدلة رقص ولففوه في الشوارع وأجبروه إن هو يرقص قدام الناس، وشفنا مدى الذل اللي فيه الولد. طبعا كلنا معانا أولاد ومعانا شباب ومعانا بنات برضو، يعني أنا مش عارفة إيه اللي حصل في المجتمع المصري والأخلاقيات بتاعته والضمير بتاعه راح فين. أنا مش عارفة. دلوقتي في مشكلة حصلت، المفروض نحاول نلم الموضوع، مش نبعتر الموضوع. يعني هل انتم كده لما لبستوا عيل، يعني واحد ضعيف لوحديه بمفرده، هل دي كده اثبتوا ان كنتوا رجاله؟ يعني كده وقت ان كنتوا عملتوا فيه كده؟ طب ما طبيعي ان واحد بفرد واحد و50 نفر حواليهم ماسكين اسلحه، طبيعي ان هيعملوا لكم. لو قلت له اعمل عجين الفلاح هيعملوا لكم عجينه الفلاح. والله اعلم عملتوا فيه ايه تاني اكتر من كده. لسه ما زالت التحريات وما زالت التحقيقات شغاله، بيقولوا فيه هاتكوا عرض، الله اعلم بيه. يعني نفسه مكسوره دهياتي. انتوا كده فضحتوا الدنيا وفضحتوا بنتكم، وهيلازمها عار مدى الحياه. ان ما حدش يرضى يتجوزها من البلد نهائي، الا اذا كان واحد بقى غريب بره البلد، او حد من عيلتها تطوع، البشوات ولاد خاله وولاد عمال اللي كانوا ماشيين في الزفه الكدابه دهياتي. دي مش رجوله، الا اذا حد منهم بقى طبعا تطوع واتجوزها البنت. كده انتوا كده فضحتوا بنتكم. يعني ايه استحاله حتى لو البنت اتخطفت فعلا؟ ما حدش للاسف في مجتمعنا المصري ما بيقولش البنت اتخطفت ولا البنت تعرضت للاغتصاب، لا، بتجال البنت مش بمزاجها. حتى لو تعرفين طبعا في واحد يحب والف يكره، واحد بيحب والف يكره، طبيعي ان كان في ناس هتطلع اشاعات وهتطلع كلام. فانتوا كنتوا احتويتوا الموضوع ولمتوه. يعني واحد يتقدم لكم ودخل من الباب، وافقتوا ما وافقتوش خلاص، تحاولوا تحتووا بنتكم برضو وتقنعوها بالراحه. يعني ايه منظركم الوقت ان كنتوا تاخدوا لكم 10 سنين ولا 15 سنه تسجنوا ومستقبل الشباب ده يضيع، ومن الناحيه التانيه بنتكم فرحتكم قدام الناس كلها في قلب التحقيقات قالت لا انا مش مخطوفه، انا رايحه برغبتي. يعني انت تسوى ايه؟ انتوا كده استفدتوا ايه؟ يعني ما اعرفش ايه اللي حصل في مجتمعنا المصري، وايه اللي حصل في الاخلاق بتاعتنا. يعني انتوا المفروض، يعني مع اني برضو مش هلوم، وان كلنا معايا بنات طبعا، مش هقدر اقول لكم لموا بنتكم، او ان انتوا المفروض انتوا تحطوا وشكم في الارض انتوا بسبب بنتكم، لا. احنا ما نضمنش، ما نعرفش ايه الكواليس وايه الاحداث وايه اللي حصل من ضغط نفس على البنت دهياتي في ان يجبروها على الجواز. ما سيبوها تتجوز، اتجوزت عمرت ما عمرتش، خلاص الله يسهل لها. يعني سمعة الولد كله بيقول ولد كويس وطيب وابن ناس طيبين. ماشي، هو انسان بسيط بيشتغل في فرن، عامل في فرن، وانتوا شكلكم يعني ما انتوش بشوات ولا بهوات، يعني شكلكم برضو ناس من عامة الشعب زينا، ناس بسيطة يعني. فما كانش في داعي للشوشره وقله الادب اللي حصلت دياتي كلها، وتشوشروا على البنت، واديكوا لبستوا في الحيط كده في جريمه، عده جرائم كمان مش جريمه واحده. يعني فين الناس الكبيره؟ واتفاجئ ان عمده البلد كمان شارك معاهم في الضرب، يقول اصلا انا كنت خايف منهم. يعني ما انت العمده وخايف منهم، امال فين بقى؟ ما انت بلازمتك انت كمان في البلد. فين الناس بتاعت المجالس العرفيه؟ ما اتدخلتش ليه وحاولت تحل المشكله ودي؟ يعني انا فاكره ان الموضوع ده من زمان، اللي البنت مثلا هربت مع الولد وراحت معاه كمان. القصه كلها في البيت، يعني القصه دي كلها حصلت في نفس اليوم. البنت راحت للولد، هي مخطوبه، وراحت له وقالت له انا عايزه اتجوزك انت وكده ومش مش عايزه خطيبي ده اهو. يعني الاحداث دي كلها حصلت في نفس اليوم. فين الناس العاجله اللي في البلد اللي تقعد تلم الموضوع وتهدي؟ فين الناس العاجله اللي في العيله؟ الناس اتجننت خلاص، اتهبلت. يعني الناس دلوقتي خلاص، يعني الهبل كده بقى رسمي. دي حادثه من ضمن الحوادث اللي حصلت في مصر. الحادثه الثانيه المجرمه بتاعت التجمع، اللي لا ليها علاقه بالتجمع ولا علاقه، حتى انا اسفه والله، لا شارع بولاق، لا منطقه بولاق، ولا ازبل الشوارع في القاهره، ولا في اي حته في مصر لا تمت لها بصله. شبه الناس اللي بيجوا على التيك توك لام مكه وام ساجده والجماعه اللي حواجب مرسومه بالقلم دول. دي اللي ساكنه في التجمع دي ايه؟ دي بقى دي تجاره اسوار ولا مخدرات ولا دعاره ولا ايه؟ دي شكلها يعني فعلا مش وحشه. ما بتكلمش على الوحشه، دي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. الشكل والهيئه والتركيبه سبحان الله. في ناس كده، يعني في واحد تقول مهما يلبس تقول ده فلاح، مهما يعمل في نفسه ده فلاح مثلا، ده شكله كده فلاح. في واحد بيبقى ممكن يكون انسان بسيط جدا بس شكله تحس انه دكتور مهندس ابن ناس، مع انه ممكن يكون بسيط جدا. فدي شكلها من الاشكال اللي هي اشكال لرد السجون دي. هي دي اشكالها كده. لما تسبب في قتل شاب داخلين على رمضان وداخلين على العيد، وارد يكون متحمل مسؤوليه اسره، ولا في رقبته زوجه ولا اولاد ولا اهل بيعولهم، الله اعلم بياخد كام في المحل دوت. لما تموتي واحد يعني مع سبق الاصرار والترصد، شاب عمدا عشان خاطر مكسرات، يا
بيئة واطية، يا رباية الجوع. لما انت ساكنة في التجمع، التجمع ده يا جماعة يعني انا رحت الشيخ زايد عشان قريب مني جدا، ورحت التجمع، بس رحت الشيخ زايد كده في الاماكن اللي هي الحكومية، كنت بخلص اوراق وكده. لكن التجمع دخلت وتوغلت وشفت اماكن فيه مستوى تاني اعلى من الشيخ زايد مليون مرة. يعني دي معناها ان هي معاها مليارات مش ملايين. تروح عشان خاطر ب 12,000 مكسرات تاخدها من محل وتنصبه وتسرجي. فكروني بالفيلم، فاكرين فيلم صباح زمان واحمد مظهر لما كان عمل عصابه تشكيل عصابي وخلاها تروح محلات الذهب ومحلات الحلويات، ما اعرفش تاخد بكام الف، وتقول له طب انا هات السواق معايا عشان احاسبه في البيت، وتخلع من الناحيه التانيه. نفس اللي حصل، نفس الاحداث بتعيد نفسها. راحت اشترت مكسرات وشوكولاتات ب 12,000، والناس شافوا العربيه اللي راكبه فيها، ما اعرفش موديل ايه، انا ما اعرفش في عربيات قد كده، ويلا تعالى يبعت لي العامل معايا بره يحاسب معايا. راحت ركبت العربيه وطارت بيه الواد غلبان عشان هو يشيل الليله، راح طلع يجري تقريبا الشعبط في العربيه، راحت دهساه بالعربيه وموتته وفرت هاربه. الناس عارفينها، تلاقيها بتلف بقى، تلاقيها بتنصب على ناس كتيره بقى وبتلف وبتعمل القصه دي كتير. ف يعني حتى في ناس بيقولوا دي شكلها سرقه العربيه وكده، لا قالوا لا دي فعلا قاعده في التجمع وفلانه الفلانيه ومعروفه، وراحوا جابوها واتقبض عليها. يا حقيره يا ربايه الجوع. يعني ايه 12,000 جنيه بالملايين اللي معاكي؟ يا اما انت كنت حراميه ومتعوده على اداء السرقه بقى، يا اما انت حراميه اساسا ومتعوده على اداء السرقه، ده مرض عندك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. الشعب باظ. ايه سبب كثره الجرائم؟ طب احنا بنقول اللي ممكن مع ان ده برضه مش مبرر. الجعان او اللي مش لاقي او اللي بيشرب مخدرات بيضطر يسرق، لكن انت تسرقي ليه؟ تسرقي ليه سرقت وغريب 60 ده، موتي الواد المسكين ليه؟ الشاب اللي عنده 32 سنه تموتيه ليه؟ تفرميه تحت عربيتك، ربنا يفرم رقبتك ان شاء الله. الواحد مش عارف هيلاقيها منين، من الفجر ولا من قله الادب اللي حاصله، ولا الاخلاق، التدني في الاخلاق. انا مش عارفه والله ايه اللي حصل في البلد دياتي، انا مش عارفه. ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من الدنيا ديت على خير يا رب. وانا مش عارفه، دي علامات القيامه والله، فعلا دي علامات القيامه. وشكرا لحسن استماعكم.